انا بدات من الصفر وبقيت مليونير في سنه وسنتين. ما تسمعش للناس دي، مالكش دعوه بيهم. في الحقيقه جات لي رساله، ويمكن دي مش اول مره يجيلي النوعيه دي من الرسائل يعني، وهي انه تكون شاب ولسه متخرج، مشتت، مش عارف تعمل ايه، حاسس باحباط، عايز تعمل حاجات كتير وعايز تنجح وحاسس ان انت تقدر، بس بتقف ما بتكملش. نصيحتي ليك، هون على نفسك. كل حاجة هتيجي في وقتها. طالما انت عايز، وطالما انت عايز تطور من نفسك وعايز تحقق حلمك او عايز تحقق حاجة نفسك فيها، او بتشتغل على نفسك، او عندك امكانيات عارف انها لما تتحط في المكان الصح هيتم الاستفادة منها، يبقى ما تزعلش. امتى اقول لك تلوم نفسك وتعاتب نفسك؟ لو انت مقصر فعلا ومش عايز تعمل، لكن انت ما بتعملش نتيجة لظروف معينة يعني. وبرضه عشان اهون عليك، ما تتفرجش على السوشيال ميديا، ما تشوفش شباب في سنك نجحوا بشكل اسرع بدون مجهود وتقارن نفسك بيهم. مش دول اللي انت تقارن نفسك بيهم. قارن نفسك بالناس اللي في دفعتك، في الناس اللي في نفس مستواك، في الناس اللي في نفس سنك. لو عملت ده هتريح نفسك وترتاح. نيجي بقى لحاجة كمان. عشان تبدأ صح، شوف انت عايز تكمل في ايه وطور نفسك فيه. امشي بخطوات حتى لو بطيئة، بس خطوات ثابتة. امشي في الطريق اللي يكون سهل عليك حتى وان كان اطول، بس سهل ان انت تعمله. لكن احنا بنصعب على نفسنا. انت عايز تحقق احسن حاجة وافضل حاجة واجمل حاجة في اسرع وقت. مفيش حاجة اسمها كده. ما تسمعش لحد يقولك انا بدأت من الصفر وبقيت مليونير في سنة وسنتين. ما تسمعش للناس دي، مالكش دعوة بيهم. قارن نفسك وحط نفسك في نفس المستوى ونفس الفئة العمرية ونفس الظروف ونفس الدراسة مع ناس شبهك. غير كده انت بتظلم نفسك وبتتعب نفسك. طور نفسك، خد كورسات، ادعم نفسك، شوف الحاجة اللي انت حاببها وعايز تكمل فيها وابدأ فيها، وبسم الله الرحمن الرحيم ويلا. هي دي الحاجات اللي اقدر اقول لك عليها ان انت تعملها. بعد كده شوف النتيجة واحدة واحدة يعني.